بص كده بقى يا اخوانا، واخد بالك انت؟ ده الجون الاولاني بتاع الراس الاخضر. يا نهار احوس، يا نهار احوس، يا لا اله الا الله. ده واخد بالك انت ان الشناوي المفروض يصد الكور دي؟ واخد بالك؟ بص بقى الجون ده، الجون التالت بقى. واخد بالك انت؟ بص بص بص، يا لهوي. ده تيبيكال الاجوان اللي بتخش في الشناوي يا جدعان. هو انا يعني عايز اطمنكم. بص بص، تعال نتفرج عليه تاني كده. بص انت الجون الاولاني ده، خد بالك انت بقى. هو الشناوي يعني، هو تحس ان الشناوي بعث من جديد. بص بقى انت بقى الجون اللي بعده، هو تحس انه شبه الجون بتاع سان داونز كده، اللي جابوه فينا هناك. بص بص بص، هو الجون عادي، اعصابه هاديه، وبرده ما حاول يطير يلم ايده، ما يلمش ايده، ما فيش. ده العيال اللي احنا هنلعبها. انت متخيل يا عزيزي الموقف اللي احنا هنبقى فيه شكلنا ايه؟ يعني متخيل ان دول هم دول اللي احنا هنلعبهم، ودول اللي المفروض ان احنا معتمدين بقى على الشناوي ان هو يشوط، والعيال دي بتعمل اكتر حاجه الشناوي ما بيعرفش يشيلها. يعني الشناوي بيصد انفراداته بنالتيات، لكن تيجي تبص عليه في الشوط تحس ان الشناوي ما شاء الله بينسى الكوره. يعني واخد بالك انت؟ بص الولا شايطها منين اصلا؟ يعني من قبل ال 18 يجيب 7 8 متر، وهوب. وطبعا طب ده الجون ده، خد بالك بقى الجون ده فرد ايده. يعني انت لما تبص كده للكوره، بص الجون عمل ايه؟ الجون فرد ايده. واخد بالك انت؟ طب بالك انت الشناوي بقى اللي بينط ما يفردش ايده. يعني انا مش عايز اعرف ليه الشناوي لما بيطير، نفسي افهمها. يعني بيطير ما بيلم كده، بيلم ايده. طب انت مش المفروض يعني تمد ايدك؟ ولا هو حرام؟ ولا ده تكتيك جديد؟ يعني محتاج اعرف الموضوع ده والله يا جماعه. فربنا يستر، لان احنا كده هنشيل قبح من الفرقه دي، وربنا يستر علينا من الفضايح ومن الشوط اللي هيشوطوها لنا. يعني وانصح يعني الشناوي، الماتش هيبقى يوم الاثنين الساعه 10 بالليل. انصح اخويا محمد الشناوي يعني ان هو ايه، يبتدي يطير من دلوقتي. يعني يبتدي يشوف بقى حاجه يطير من دلوقتي، يلحق يقف في الجون ياخد الزاويه. يعني شوفوا له حل يا جماعه، لان احنا كده هنتبهدل قوي. ربنا يستر علينا. سلام.